السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة يوميات مدرسة في المطبخ. لو أول مرة تشوفوا قناتي ياريت تدعموني بالاشتراك فيها عشان يوصل لكم كل جديد أنا بنزله. يلا نبدأ مع بعض. النهاردة إن شاء الله هنعمل زيتون مخلل. أنا هعمل النهاردة اللي هو الزيتون الدلسي. هو ليه أكتر من طريقة بيتعمل بيها. أنا هعمل لكم الطريقة اللي أنا جربت كذا طريقة، بس دي كانت أحلى طريقة بالنسبة لي، اللي هي تعتبر زي طريقة المحلات بالظبط، اللي هي الطريقة العادية خالص. خلاص، احنا هنجيب الزيتون الدلسي ده. في ناس بتنقعه 3 ايام وكده، على فكرة مش محتاج خالص، هو ممكن يوم واحد حلو، انه بيتهرب بسرعة وبيبوظ، فما بيستحملش المية اصلا. وفي ناس بتخلله على طول، فدي هتنفع ودي هتنفع، الاتنين بيطلع حلو في الاخر على فكرة، بس التاني بيتاكل بعد فترة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بعد ما جبت الزيتون وغسلناه كويس ونقينا الحاجات اللي هي الوحشة اللي فيه طبعا، بعد كده انا عندي المحلول بتاعي ميه مغليه. انا غليتها الاول عشان اعقمها طبعا، وتخلي المخلل يعيش معانا فتره احسن. تغليها وتسيبيها تبرد. بحط على كل لتر ميه 4 معالق ملح كبيره. كل لتر 4 معالق ملح كبيره. وعندي فلفل حار هنا، ده اختياري، لو مش عايزه تحطي مش مشكله. وبعمل المخلل في برطمان ازاز. ده البرطمان اللي انا هخلل فيه. انا بفضل الازازه بصراحه، بيبقى الحاجه فيه احلى من البلاستيك. او لو عندك بلاستيك يكون يعني حاجه نظيفه ممكن تخلي فيها، مفيش اي مشاكل. اول حاجه هنعملها ان انا هكبس الزيتون بتاعي في البرطمان، واضغط عليه كويس خالص بحيث ما اخليش فيه اي فراغات خالص فيه. انا حطيت شويه زيتون واحط عليهم كم قطعه من الفلفل، وكمل زيتون بعد كده. كده خلصنا وحطينا المحلول الملح بتاعنا. بعد كده هحط معلقتين زيت على الوش هنا. لو عندك زيت زيتون يكون افضل بصراحة. انا حطيت كام شريحة ليمون كده على الوش. الزيت يا جماعة بيعمل عازل، فما تلاقيش في المخلل اي فطريات ولا اي حاجة. بس كده. بعد كده هجيب كيس نضيف من عندي واغطيه بيه كويس واقفله. ده المخلل بعد ما جهز خلاص. ونسيت اقول لكم على معلومه حلوه، يعني ان الزيتون بلاش تقطعيه بالسكين او تخرميه بشوكه او اي حاجه، بيسود وبيبقى لونه حلو وحش، وبيتهري معلش، وبيتهري وبيبقى مش كويس. فكده احلى حاجه ليه انك تحطيه سليم. وكده يكون خلصنا طبعا الزيتون بتاعنا. ودي احلى طريقه بصراحه انا عملتها، اللي هي الساده خالص اللي ما فيهاش اي خلطات ولا اي حاجه، يبقى طعمها زي بتاع المصانع اللي بيتباع في المحلات بالظبط. كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.